السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. جالي تعليق على الفيديو اللي هو بتاع النسوان اللي اتهبلت اللي هي بتاعت اي واحد ست كده دقت في دماغها تلبس لبس ستريتش وبتاع والكلام ده. فواحده كاتبالي بتقول لي ايه، هو انت بدل ما تتنمري عليهم ادعي لهم بالهدايه، وان في حد كان عامل فيديو بتاعه عن الموضوع ده والكلام ده، وان ياما ناس ايه آه، يعني ايه لابسين حلو وفي نفس الوقت ايه يعني بيتداروا تحت الستر وهما من تحت لتحت، يعني ربنا العالم بيهم. انت صح، انت عندك حق، بس معلش نتناقش كده بهدوء كده، يعني معلش يعني ايه المشكله؟ ما تستتري وتعملي اللي انت عايزاه، دي حاجه بينك وبين ربنا. زي ما برضو لبسك اللي هو مش لطيف برضو حاجه بينك وبين ربنا، بس اذا بليتم فاستتروا. يعني هو ربنا نفسه امر بالستر، مش احنا اللي امرنا بالستر. تمام. فانت دلوقتي بتقولي اصل ياما ناس ومش ياما ناس، ودي حقيقه فعلا، ياما ناس ياما ناس، ده حقيقه. تبص تلاقيهم يعني اقول ايه، لبسهم مش قد كده، مش احسن حاجه، لبسهم مش بس محترمين ومعاملتهم كويسه. طب انت ليه احترامك ده ما بيوصلكش ان انت ترضي ربنا وان انت ايه يعني ما تخلش بالثوابت؟ ما هو دلوقتي انا يعني انا السرقه حرام، بس انا هسرق المره دي ومش هعمل كده تاني. هل هو كده مش هيتحاسب على الذنب ده؟ ايه يعني ايه شرب الخمر حرام، بس انا هشرب بس مره ومش هعمل كده تاني. اصل دي حريه شخصيه، دي حريه شخصيه، انا حر. انا اللي هتحاسب مش انت اللي هتحاسبي. ما هو انت اللي هتحاسبي، انا اللي مش هتحاسب، بس انا هتحاسب عن انا سكت. عشان ايه؟ يعني الساكت عن حق شيطان اخرس. يعني دلوقتي في حق، انا ليا حق عندك ان انا معلش انا ما اجي اربي عيالي ان انا ما اقولش ده صح وده غلط، وفي الاخر يخرجوا يلمقوا المجتمع ان اللي سايد مش هو ده اللي بيحصل. طب ما كده هتعملي في خلل في الموضوع. طب هو كل واحد حر، بس انت حر ما لم تضر، ما تضرليش نظري، ما تخلينيش انا ابقى خارج بزوجتي وخارج ببنتي وابقى مستحي من البنات اللي انا شايفها. دي بقى فيش فيها حريه بقى. انت حره في بيتك، حره في ملعبك زي ما بيقولوا، اعملي اللي انت عايزاه، لكن ما تخرجي للناس، دي ما فيش فيها حريه شخصيه. في حاجات بيبقى مسموح فيها الحريه الشخصيه، في يعني احنا ما يعني، بس في نقط ما ينفعش فيها حريه شخصيه. يعني انا عشان خاطر ابقى اعمل اللي انا عايزه وما حدش يقول لي انت بتعمل ايه. يعني انا اسفه في اللفظ، يعني لو واحده جت هبت في دماغها وجردت نفسها من ملابس في الشارع، هي كده حره؟ اللي مش عاجبه يخبي عينه. طب ما هم سموها فعل فاضح في الطريق العام ليه؟ عشان انت بتأذي الناس بان هم يشوفوا حاجه زي كده، انت بتشيليهم ذنوب. ما هم ما يشوفوا حاجه زي كده هم هيشيلوا ذنوب برضه. فانت حره في ان انت تعملي، بس انت مش حره في ان انت تشيليني ذنب. مع اللي مش عاجبه ما يبصش. ماشي، انت جيتي قدام مني، ما هو البني ادم بطبعه فيه فضول طبيعي. انا بصيت اول مره الاولى لك والثانيه عليك، انا بصيت مره بس غصب عني، معلش بصيت تاني. النفوس مريضه، الشباب غصب عنه مثلا، دي كلها اسباب. فمعلش يا جماعه، لما نختلف في راي احنا بنختلف في راي باحترام وبادب. ممكن اكون انا ما عنديش حق، ممكن اكون انا غلطانه، ايه المشكله يعني؟ بس مش ده معناه ان انا بتنمر على حد وان انا قصدي حد بعينه، ومش ده مش معناه ان انا بهاجم فلان واقول له ده انت مش عارفه ايه ولا انت لازم تلبسي صح، انت كده بقيتي انسانه وحشه. مش كده خالص. احنا بنحاول نوصل الفكره للجيل اللي طالع ان يا حبيبتي ان الستر ما بينقصش منك حاجه. ان انت ما تبقي محترمه ولابسه لبس كويس وانت شخصيه كويسه، ده مش هيقلل منك، بالعكس ده هيعلي من شأنك. يعني ملكات الجمال في دول العالم كلهم الحشمه هم والوقار، هو ده الاساس عندهم. ما تلاقيش طالعه لي اسفه بفستان كده ولا فستان كده، بتلاقيهم لابسين لبس بكم، وممكن تلاقي مثلا لابسه لبس حشم، مش محجبات، مش ده دينهم كده. لكم دينكم ولي ديني، بس احنا بنتكلم عن مبدأ الحشمه. تعالي خشي روحي شوفي مهرجانات، بتاع مهرجان كان وما كانش والكلام ده، بتلاقي قمه في الانحطاط. البنت اللي بتقولي انت بتتنمري، انت نفسك مش هيعجبك المنظر ده. يعني انت لشخصك ما يعجبكيش المنظر ده، يعني الا من رحم ربي. فاحنا مش بنهاجم بعض ولا احنا بنجادل مع بعض.
واللي وصل للفيديو لحد هذا وسمع الكلام ده كله، انت على راسي. وسلام عليكم.